السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ النهاردة يونت 12 الوحدة ال 12 عنوانها Language and Learning. Language and Learning يعني اللغات والتعلم. تعال نبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. Lesson 1 and 2 الدرس الأول والثاني. تعلم مع بعض الكلمات. عندنا متعلم أو دارس، الشخص اللي بيتعلم نسميه learner زي حضراتكم كده learner. فيها الأغلب أو عموما mostly. أخذنا كلمة most يعني كثير، و the most يعني الأكثر، و mostly يعني في الأغلب أو عموما. ماشي. طيب يصلح اللي عندنا repair أو fix. تمام. والماضي بتاع repaired أو fix، وبرضه fixed. choose يختار choose. يشرح explain. تجربة عملية experiment. معمل laboratory. جامعة university. الخطط المستقبلية اسمها future plans. محبط يعني disappointed. ودي صفة disappointed يعني محبط. فخور proud. يلخص summarize. يجتاز أو ينجح pass. وكلمة pass برضو من ضمن معناها يمرر. ماشي. بيقولوا pass the salt please يعني مرر الملح لو سمحت. لو احنا قاعدين على السفرة بنقول واحد pass the salt please يعني مرر الملح لو سمحت، يعني اديني الملح لو سمحت. يحقق أو ينجز achieve. يحلم أو الحلم dream. اللغة language. ناخد بالنا ان الجي الأولانية اتنطقت ج، لكن الجي التانية اتنطقت ج، يبقى language. عندنا بعد كده بيقول لي pop up quiz اللي هو الأسئلة القصيرة ديت. بيقول complete the following sentence using the words in the books يعني أكمل الجمل باستخدام الكلمات اللي قدامنا دي. عندنا learner explain past proud language. هتحلوها وتبعتوها لي على جروب الواتس. ماشي. عندنا بقى بعض الكلمات التانية زي ملخص اللي هي summary. يبقى ديت الملخص اللي احنا بنكتبه اسمه summary، لكن لو انا بلخص يعني الفعل بتاعها اللي هو summarize. لو شفنا هنا كلمة summarize يعني يلخص. يعني مثلا اطلب منك ان انت تلخص الريدنج بتاع النهاردة، نقول لك summarize today's reading passage. summarize يعني لخص today's passage القطعة بتاعت النهاردة summarize. طيب لما انت تخلص بقى وتكتب الملخص اللي انت عملته، هنسمي الملخص اللي انت كتبته ده ايه؟ summary. عندنا اختبار قصير quiz. وقت الفراغ free time. ملبد بالغيوم يعني في سحاب كتير اسمها cloudy. عرض تلفزيوني اسمه تي في شو. كلمة شو يعني عرض أو يظهر أو يبين. تي في شو يعني عرض تلفزيون. الاتجاهات اسمها directions. التعليمات instructions. يبقى اتجاهات directions وتعليمات instructions. عندنا القاموس اسمه dictionary. القاموس ديت اللي هو الكتاب اللي فيه معاني الكلمات سواء بالعربي أو الإنجليزي. أوكي. أصوات عندها sounds.
sound يعني صوت بس مش صوت آدمي، تمام. وساوند دي يعني صوت شيء، يعني مثلا we hear now a lot of noise، احنا سامعين كتير من الضوضاء دلوقتي. this is a sound، a lot of sounds، أصوات كتير. لكن الصوت بتاعي يعني وبتاع أي إنسان نسميه voice، voice VOICE. عندنا النشرة أو تسجيل صوتي اسمها بودكاست، بودكاست، بودكاست. حصة الرسم art class، art class. يتتبع أو يتبع follow، follow. يعني مثلا كلمة يتتبع ويتبع، مثلا طب إيه الفرق؟ لو قلت لك مثلا follow the instructions، يعني تتبع التعليمات، مشي ورا التعليمات. خلاص. نقول he follows his father all the time، هو بيتبع والده طول الوقت، مشي ورا برضه. عندنا نتائج results، results. مقال نقدي review، review. عندنا اختبار القيادة اسمه driving test، driving test. كلمة driving جاي من كلمة drive يعني يقود، driving يبقى القيادة، وتست يعني اختبار، driving test. يضحك اسمه laugh، laugh. مصنع factory، factory. قائمة طعام menu، menu. ودي قائمة طعام جاهزة في الريستورانت، في المطعم، أو قائمة جاهزة مكتوبة جاهزة معدة مسبقا، يبقى دي اسمها menu. طب القائمة اللي أنا بكتبها بإيدي وأنا رايح أشتري الأكل أو رايح أشتري أي حاجة، دي بنسميها list، LIST، list. قرية village، village. تمطر أو المطر اسمه rain، rain. يعني it's raining، يعني إنها تمطر، هنا بتشتي rain، ماشي. أو لما نقول I saw a heavy rain today، أنا شفت مطر غزير النهاردة. I saw a heavy rain today. قلعة castle، castle. ناخد بالنا إن التي مش هتنطق، castle. مدير manager، manager جاي من كلمة manage، manage يعني بيتحكم فيه أو بيدير. قلنا لما نحط للفعل ER بيديني إيه؟ اسم الشخص اللي بيعمل الحاجة دي، نقول عليه manager، manager. تعالى نقول بعض الأفعال والتصريفات بتاعتها. عندنا tell والماضي told والتصريف التالت told، يبقى tell told told. drive يقود، drove driving، drive drove driving. يطير أو يسافر fly flew flown، fly flew flown. يقطع cut down، cut down يعني يقطع، وcut down وcut down هي كلمة cut يعني بيقطع، cut. وكلمة down ديت ليه حرف الجر اللي معاها. يحصل على عندنا get وgot وgot، get got. تعال نشوف بقى بعض التعريفات. عندنا pass، كلمة pass يعني يمرر أو يجتاز أو ينجح، ماشي. نقوله be successful in a test or exam، يعني when you are successful in a test or exam، عندما أنت تكون ناجح، successful يعني ناجح، in a test في اختبار or exam أو امتحان، يبقى إيه؟ you passed the exam، أنت نجحت في الامتحان. طب إيه الفرق بين تيست وإكزام؟ تيست بيبقى اختبار على جزء من المنهج، تمام. أما إكزام بيبقى اختبار على منهج كامل. يعني احنا نسمي مثلا اختبار الشهر تيست، مثلا نقول أكتوبر تيست، نوفمبر تيست، فبراير تيست، اختبار فبراير واختبار أكتوبر واختبار نوفمبر. لكن إكزام نسميه امتحان على جزء كبير من المنهج أو على ترم، نقول مثلا mid year exam، يعني امتحان نصف العام، امتحان نصف العام، ده بيبقى على نص السنة.
ماشي. the final exam يعني الامتحان النهائي. disappointed not happy because something you wanted did not happen or was not very good. كلمة محبط معناها يبقى you are not happy، انت مش سعيد. because something you wanted did not happen، عشان انت حاجة انت عايزها ما انعملتش ما حصلتش. or was not very good، او حصلت بس ولكن لم تكن ايه على المستوى المطلوب. يعني مثلا Ali get 50 out of 100. علي جاب 50 من 100. so he is disappointed، عشان كده هو محبط. okay. explain يعني يفسر أو يشرح. make something clear or easy to understand by giving reasons for it. يبقى make something clear يعني يجعل شيء ما واضح، or easy أو سهل، خلي حاجة واضحة أو سهلة. to understand إنها تنفهم، يبقى خلي حاجة واضحة أو سهلة إنها تنفهم. explain يعني يشرح. by giving reasons إنه بيعطي إيه أسباب for it. proud feeling happy because you or people you know have done something well. proud فخور. إذا إمتى تكون فخور؟ when you feel happy لما أنت تشعر إن أنت سعيد. because you or people you know بسبب إن أنت أو أشخاص أنت تعرفهم have done something well قاموا بعمل شيء جيد. ماشي. لما نقول مثلا I always proud of my father، أنا دايما بكون فخور بوالدي. ليه؟ because he achieved many prizes، عشان هو achieved many things يعني حصل على أشياء كتير، أنجز أشياء كتير. يبقى I am proud. وفي الغالب كلمة proud بيبقى بعدها of يعني فخور بي. mostly عموما أو في الأغلب in most cases أو most of the time. in most cases يعني في معظم الحالات، أو most of the time أغلب الوقت. تمام. هيجي الوقت شرحها وهنوضحها أكتر. fail يعني يرسب أو يفشل، اللي هي عكس إيه pass ينجح. طيب اللي بيقول إيه not be successful، إحنا قلنا هنا pass يعني يجتاز أو ينجح. تمام. be successful إن أنت تكون ناجح. طيب fail يفشل أو يرسب. not be successful لا يكون إيه ناجح. خلاص. نقول له عمر failed in the exam أو failed the exam يعني رسب في الامتحان، يعني he was not successful in the exam كانش ناجح في الامتحان. طيب collocations اللي هي المتلازمات اللفظية، الكلمات اللي دايما بتيجي مع بعضها. عندنا make up a song يعني يؤلف أغنية. عندنا make up يعني يألف يعمل حاجة جديدة. حتى make up اللي هو المكياج. تمام. make up a song يعني يؤلف أغنية. make a video يعني يقوم بتصوير فيديو. طيب عندنا take photographs يعني يلتقط صور. take photographs. take a quiz ماشي يعني يأخذ الاختبار، يعني هو بيأدي الاختبار القصير. تمام. طب لو خدنا make مع quiz يبقى بيصنع الاختبار. يعني مثلا I am as a teacher أنا كمدرس I make many quizzes أنا بنعمل اختبارات كتير. يبقى أنا اللي بنصممها ونكتبها ونحملها. طيب انت كطالب you take a quiz انت بتاخد الاختبار بتمتحن الاختبار ده. اوكي. و take an exam ماشي وبتاخد امتحان كامل. و take a test برضه. take notes يعني يدون ملاحظات، يكتب ملاحظات على الحاجة اللي هو بيعملها. عندنا يقوم بتجربة عملية اللي هي do an experiment.
وعندنا do things يقوم بعمل أشياء، و do an English exercise يعني يقوم أو يؤدي تدريب لغة إنجليزية. do an English exercise يعني تدريب. do a project يقوم بعمل مشروع، و do a research يقوم ببحث. واحنا قلنا قبل كده ان كلمة do الفرق بينها وبين كلمة make. ايوه، ان make صح كده، برافو عليكم، بنصنع حاجة مش موجودة من حاجة تانية، لكن do بتبقى الحاجة موجودة وانا بأديها بس. طب تعال نفرق كده، مثلا make a video بيقوم بتصوير فيديو، الفيديو ده مش موجود، فبيمسك الكاميرا ويعمل مجهود عشان يعمل فيديو. خلاص. طيب لو قلنا do an experiment يقوم بتجربة، انا عندي المعدات والادوات بس انا بنحط المواد على بعضها، يبقى كده بنعمل do، بنمارس التجربة do، يبقى يؤدي او يقوم بالحاجة ديت، يبقى اسمها do. لكن make يعني بيصنع حاجة من حاجة تانية. عندنا get a job يعني يحصل على وظيفة، تمام، و do a job يعني يؤدي الوظيفة دي. يعني after meeting بعد مقابلة، he got the job هو حصل على الوظيفة. طيب the next morning اليوم اللي بعده he did the job هو أدى الوظيفة، تمام. عندنا words and synonyms and antonyms اللي هي الكلمات والمترادفات والمضادات. عندنا pass يعني يجتاز، succeed in يعني ينجح فيه، و fail يفشل. وناخد بالي من هنا ان pass و fail ما بياخدوش حرف جر بعدهم. يعني عمر passed the exam عمر اجتاز الامتحان، وعمر failed the exam يعني سقط في الامتحان. لكن لما نستخدم كلمة succeed بنحط بعدها in. عمر succeeded in the exam. اوكي، بناخد بالنا من الحتة الفنية الصغيرة دي. يبقى pass ما بيجيش بعدها حرف جر بينها وبين الكلمة اللي هو نجح فيها، و fail برضه ما بيجيش، لكن succeed بيجي بعدها ايه؟ in. يستمر continue و go on يعني يحدث أو يستمر، و stop يعني يتوقف. يصلح repair وبتساويها fix و mend، وعكسها damage أو spoil يعني يفسد، و damage يعني يدمر. cloudy مليء بالغيوم cloudy، وزيها dark مظلم أو unclear غير واضح. بعكسها كلمة clear واضح أو sunny مشمس أو bright ساطع أو ساطع. ماشي. تعالى بقى عندنا ال ER. قلنا احنا ال ER بتحول الفعل إلى اسم يدل على الوظيفة، يعني بيدل على الشخص اللي هو بيعمل الايه؟ الفعل. زي ما قلنا كلمة manage يعني يدير، المدير اسمه manager، الشخص اللي هو بيعمل الحاجة دي اسمه manager. زي ما قلنا قبل كده في الحصة farm يزرع، farmer مزارع، teach يعلم، teacher مدرس أو معلم. طيب ال ION بتضاف للفعل عشان تحولوه لاسم، زي كلمة direct يعني يوجه، direction يعني الاتجاه، instruct و instructions. طيب ال ED بتحول الفعل لصفة. لما نحط الفعل ED ممكن نوديه للماضي صح، أو ممكن نخليه الصفة زي disappointed يعني محبط. عندنا exercise on vocabulary تمرين على الكلمات. تمام. بيقول لي the opposite of pass is عكس كلمة pass. أيوة thank you fail صح fail. طيب يبقى عندنا عكس كلمة pass اللي هي ايه؟ fail. طيب عندنا go on has the same meaning. لما يقول لك the same meaning has the same meaning يعني لها نفس المعنى as مثل. كلمة go on يعني يستمر،
أيوة برافو عليكم thank you بتساوي كلمة continue. طيب to turn direction to turn direct عشان نحول كلمة direct into a noun لاسم we add the suffix thank you شاطرين برافو عليكم ايه ion direction. طيب disappoint is a verb بيقول لي كلمة disappoint is a verb يعني يحبط but disappointed is لكن كلمة disappointed بتكون ايه؟ أيوة ها صح adjective يعني صفة. طيب يعني ايه preposition يعني حرف adverb أيوة حال noun اسم. طيب قول I want to repair my car عايز نصلح عربيتي. The word repair means كلمة repair means يعني بتعني زي the same meaning نفس المعنى زي كلمة يبقى repair معناها ايه ها أيوان عندنا fix وmend وريبير 3 معناها نصلح fix وmend وايه وريبير. تعال نشوف بقى general notes on reading and listening في استخدام الكلمات. عندنا كلمة most يعني معظم بيجي بعدها اسم يعني مثلا نقول most children like playing معظم الأولاد بيحبوا اللعب. خلاص يبقى كلمة most لو جت لوحدها يبقى معناها معظم وبيجي بعدها اسم تمام يبقى most children like playing. طيب لو جت the most يعني الأكثر واحنا فاكرين مع بعض كنا بنستخدم the most ماشي ومور فاكرين مور و the most عندنا كلمة more لما كنا بنستخدم مقارنة بين حاجتين كنا نقول مثلا في الصفات الطويلة إننا بنستخدم كلمة more وبعدين الصفة تمام وبعدين كلمة than عشان نقارن بين حاجتين بس تكون صفة ايه ها ايوه برافو عليكم صفة طويلة. تكون صفة ايه طويلة. هي اخرها كده تقريبا. يبقى بنحط more وبعدين than وبعدين صفة ايه طويلة زي مثلا لو قلنا مثال كده يعني لو قلنا مثلا my t-shirt ثواني my t-shirt is more expensive than yours أو your t-shirt. تمام معناها الجملة ديت معناها إن التيشيرت بتاعي is more expensive than more هنا يعني أكثر expensive للصفة أيات expensive صفة طويلة than من yours بتاعك يبقى التيشيرت بتاعي أغلى من بتاعك. طيب عندنا the most بقى the most دي بتيجي بعدها إيه الصفة بس بتستخدم في الإيه الصفة الطويلة برضه بس بتستخدم في التفضيل العلوي. ازاي يعني لما مثلا نقول هناخد مثال اهوت وما بيجيش بعدها ذنب بقى ماشي. لو قلنا مثلا ان عندنا my dad's t-shirt او my dad's t-shirt التيشيرت بتاع بابا بقى is the most expensive ماشي يبقى التيشيرت بتاع بابا بيكون الأكثر غلاء يبقى هنا ايه the most خلاص the most يعني الأكثر
وبيجي بعدها صفة طويلة زي ما احنا قلنا قبل كده. طبعا عندنا كلمة mostly هنا في الأغلب، معناها بنقوله في الأغلب بتكون كذا، ويجي بعدها صفة. بيقول it was mostly dark today، يعني كانت في الغالب أو في معظم الأحيان dark today، يعني كانت مظلمة اليوم. تمام كده. عندنا كلمة about ساعات بتستخدم preposition يعني حرف جر، أو ساعات بتستخدم بمعنى حوالي أو تقريبا. طيب عندنا about يعني عن، لو جت بمعنى حرف جر يبقى عن. زي ما نقول he is talking about his childhood، هو بيتحدث عن طفولته. طيب about بتساوي nearly تقريبا أو حوالي. نقول لي she writes a summary in about 15 to 20 words، هي بتكتب تلخيص أو ملخص في تقريبا أو حوالي من 15 ل 20 كلمة. find it difficult to يعني يجد من الصعب أن. يعني مثلا أنا وأنا بحدد ميعاد الدرس لقيت I found it difficult to find a suitable time. ماشي، أنا لقيت إني مش عارف وقت مناسب، يبقى I found it difficult to ماشي understand science books. أنا لقيت من الصعب إن أنا نفهم كتاب العلوم. I found it difficult to share this video to you. أنا وجدت من الصعب إن أنا أشارك هذا الفيديو معكم. عندنا busy احنا عارفين إن هي كلمة مشغول. تمام، زي ما نقول I am busy today، أنا مشغول النهاردة. You are busy today، أنت مشغول النهاردة. تمام، يبقى busy مشغول. طيب لو جه بعدها فعل بنضيف للفعل ده ing وبيبقى معناها مشغول بيه. يعني you are always busy making and repairing things، يعني أنت دايما بتكون مشغول بصناعة وتصليح الأشياء. يبقى لو جه ورا كلمة busy فعل هنحط الفعل ده ing. important expressions and prepositions التعبيرات والحروف الجر المهمة. زي مثلا عندنا كلمة achieve my dreams يعني أحقق حلمي. there wasn't much sun، لم يكن الجو مشمس يعني ما كانش فيه شمس كتير. much sun، ناخد بالنا ان sun بيجي معاه much لان الضوء بتاع الشمس لما ده كمية بناخد معاه much، وبيتعامل مفرد زي wasn't. تمام. see the word in your head يعني ترى الكلمة التي تخطر ببالك. see the word in your head. طيب عندنا it's a great way to يعني إنه من المهم أو من إنها طريقة عظيمة أن. ماشي، يبقى it's a great way to record some videos and share it to your students. يبقى it's a great way to record يعني طريقة عظيمة إننا نسجل الفيديو and share it with my students وأشاركه مع طلاب بتوعي. come out يعني يخرج. continue to بيجي بعدها المصدر. اوكي، استمر فيه. come back to يعود إلى وبيجي بعدها اسم المكان اللي أنت بتعود إليه. look in a dictionary يبحث في القاموس. look in a dictionary يعني انظر في القاموس أو يبحث في القاموس. تمام، وفي look up يعني يبحث على معنى كلمة برضو في القاموس. learn in different ways يعني يتعلم بطرق مختلفة. work hard يعمل بجد. start French classes يبدأ حصص اللغة الفرنسية، يبقى بيبدأ يدرس في حصص اللغة الفرنسية. give a presentation يعني يقدم عرض.
work out يستنتج أو يستنبط. work يعني يعمل، و out يعني يستخرج الحاجة أو يستنبط. disappointed about يعني محبط بشأن. a ticket for تذكرة لي. learn how to يتعلم كيف يعمل الحاجة دي، والحاجة اللي بيتعلم إنه يعملها يحط في الانفينيتيف أو في المصدر. ask for advice يطلب نصيحة. ask for advice. ask for direction يعني يطلب الاتجاهات أو يسأل الاتجاهات. على الأقل at least و agree with يتفق معه، وبتيجي بعدها اسم الشخص أنت بتتفق معه. تمام كده؟ طبعا عندنا الريدنج بيتكلم عن كويز، اللي هو لو انت عايز تحدد نفسك انت بتعرف انت بتحب تتعلم ازاي، ايه نوع التعلم اللي انت المفيد لك، بتقرا الكويز دوت وتجاوبه. يعني مثلا what type of learner are you، من انهي نوع متعلم تكون انت. يعني في ناس بتتعلم لما تشوف الحاجة، بتتعلم بالصور أكتر متعلم بالقراية والكتاب والسماع. في ناس بتحب تسمع، لو سمع الحاجة خلاص هو كده فهمها وعرفها ومن غير ما يقراها وكده. فهي ناس لا لازم تقرا. يبقى بقول what type of learner are you، ايه نوع المتعلم بتكون انت. take the quiz to find out يعني خد الاختبار القصير ديت، ماشي، او الاستبيان ديت عشان تعرف انت يا ترى انهي which type او what type of learner are you. اوكي، هسيبكم بقى تحلوا ال الاسئله ديت، ماشي، عايزكم تحلوها كل واحد عن نفسه. وبعد ما نحلها تمام هنلاقي ان هنا في تعليق على الناس اللي هتختار الايه الاختيارات دي. يعني I chose mostly A، لو انت اخترت A معظم الإجابات بتاعتك لو اخترتها A يبقى هتتفاجأ إن أنت you learn best by reading and writing، أنت بتتعلم أفضل من أنت تقرأ وتكتب. you like reading books or writing stories، أنت بتحب تقرأ الكتب أو تكتب قصص. you love words and learn best by reading about something and taking notes، يبقى أنت بتحب الكلمات learn best تتعلم أفضل by reading about something إن أنت تقرأ عن شيء ما and taking notes. عايزك بقى تبص كده وتشوف، أنا عايزك الأول تحل الخمس أسئلة دول، وبعدين شوف يا ترى أنهي نوع من learners من المتعلمين بتكون أنت. تمام؟ طيب تعالى بقى عندنا هنا أسئلة كتير على الكلمات. برضو مش عايزك تبدأ تسمع الجزء بتاع الأسئلة ده إلا بعد لما تحفظ الكلمات اللي احنا خدناها وتذاكر الوردز والسينونيمز والانتونيمز والاكسبريشنز والحاجات ديت، عايزك تقراها، ماشي، وتبدأ تحل الجزء بتاع الفوكابلري اللي هو الايه الجزء بتاع الكلمات. تمام، حلوها لي وابعتوها لي وإن شاء الله بإذن الله نصححها معاكم. فاضل جزء هنا في الجرامر في lesson 1 and 2 هنشرحه إن شاء الله بإذن الله على طول إن شاء الله المرة الجاية. خلاص، منتظر منكم حل الأسئلة اللي هي على الكلمات اللي في وسط الكلمات ديت، وحل اللي هي صفحة كام 271 و 272 دولت. تمام، خلاص ان شاء الله باذن الله هنشرح لكم الجرامر في الفيديو اللي جاي. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.